مشاهداتك كتير قوي على السوشيال ميديا بس ما بتبيعش خالص. تعال اما اقول لك ليه. انت عارف ان ممكن براند تاني يكون بيتشاف اقل منك بكتير قوي على السوشيال ميديا وهيبقى بيبيع اكتر. السبب ببساطه في نوع المحتوى اللي انت بتعمله. لو انت المحتوى اللي انت بتعمله هو عباره عن الترندات والساوندات بتاع التيك توك اللي موجوده على طول، الفيديو بنسبه كبيره قوي هاي فايرل، وممكن ناس كتير قوي تشيره وتشوفه وتعمل كومنتس وها ها ها ومش عارف ايه. ولكن مش ده المحتوى اللي بيبيع. المحتوى اللي بيبيع هو نوع من نوعين بس من المحتوى. النوع الاول هو النوع اللي انت بتستعرض فيه المنتج بتاعك اكشلي وبتفهم الناس ايه اللي انا بعمله ده بالظبط، او ان انت توعي الناس عن حاجه مغلوطه دايما عن المنتج او الخدمه بتاعتك. سي انا راجل بتاع ماركتنج اهو، بطلع في الفيديوهات افهم الناس عن حاجات هم بيعملوها غلط في الماركتنج عشان يثقوا فيا، وبالتالي هيبداوا ان هم يهتموا ياخدوا الخدمات بتاعتي مستقبلا. على سبيل المثال انا دلوقتي لو عملت فيديو من الفيديوهات الترندي اللي بتتعمل في المكاتب اللي هي بيظهر فيها الموظفين وهم بيقولوا اي حاجه كوميديه مع بعض، في الغالب هيتشاف اكتر بكتير من الفيديوهات اللي انا بعملها دلوقتي، بس تاثيره على المبيعات هيكون صفر. واغلب الناس اللي هتهتم بيه تكون اصلا ناس شغاله في مجال الديجيتال ماركتنج، مش ناس مهتمه بالديجيتال ماركتنج ذات نفسه. يعني مثلا لو انت مطعم وقعدت تعمل فيديوهات من اللي هي فايرل اصلا على تيك توك، في الغالب هتتشاف، ولكن الفكره ان تاثيرها على المبيعات هيكاد يكون صفر. فدلوقتي انت المفروض ان انت تعمل محتوى بيشرح للناس ايه هي المنتجات اللي انت بتقدمها عندك في المنيو بتاعك ده، لو انت مطعم او لو انت اي حاجه تانية. خد بالك مش بتبقى دايما النقطه في انت هتتشاف قد ايه. احنا دايما بنسال الناس سؤال: الصيت ولا الغنى؟ انا ممكن دلوقتي اعمل شويه فيديوهات ترند كتير، اعمل لك فيديوهات ترند كل يوم، مش هتكلفني وقت ولا هتكلفني مجهود ولا هتكلفني اي انتاجيه في ان انا اطلع الافكار، وهيبقى الريتش عندك بالملايين، بس انت مش هتتاثر على المبيعات. وانت اكيد مش فاتح بيزنس عشان تاكل عيالك ريتش.